وهو يوصل لواحد المدينة في السامرة سميتها سخار، قريبة للفدان اللي كان عطاه يعقوب لولده يوسف، وكان تم البير ديال يعقوب. وحيث كان يسوع عيان بالصفر جلس في جنب البير، وكانت الساعة جواه 12. وجات واحد المرأة من السامرة باش تسقي الماء، وقال لها يسوع: أعطيني نشرب. وكانوا تلامذوا مشاو للمدينة باش يشريوا الماكلة، وهي تقول ليه المرأة السامرية: انت يهودي وانا سامرية، ايوا كيفاش كتطلب مني نعطيك تشرب؟ حيت اليهود ما كيتعاملوش مع السامريين. وجاوبها يسوع وقال لها: كون عرفتي اش كيعطي الله وشكون هو اللي كيقول لك اعطيني نشرب، كون راكي انت اللي طلبتي منه واعطاك الماء ديال الحياة. وقالت له المرأة: أسيدي، انت ما عندك دلو والبير غارق، ايوا منين جاك الماء ديال الحياة؟ واش انت احسن من جدنا يعقوب اللي عطانا البير وهو براسو شرب منه وشربوا منه ولاده والبهايم ديالو؟ وجاوبها يسوع وقال لها: كاع اللي كيشرب من هذا الماء غادي يعاود يعطش، ولكن اللي غيشرب من الماء اللي غنعطيه ليه انا راه عمره ما غادي يعطش، والماء اللي غنعطيه ليه غادي يولي فيه عين كتفيض بالماء د الحياة الدايمة. وقالت له المرأة: أسيدي، أعطيني هاد الماء باش ما نعاودش نعطش ولا نجي لهنا باش نسقي. وقال لها يسوع: سيري وعيطي على راجلك ورجعي لهنا. وجاوبات المرأة وقالت ليه: ما عندي راجل. ورد عليها يسوع: عندك الحق من اللي قلتي ما عندي راجل، على حقاش كانوا عندك 5 رجال، والراجل اللي كيعيش معاك دابا ماشي راجلك. هادشي اللي قلتي راه صحيح. وهي تقول له المرأة: كيبان لي أسيدي باللي انت نبي. جدودنا عبدوا الله في هذا الجبل، وانتم كتقولوا باللي أورشليم هي الموضع اللي خاص يتعبد فيه الله. وقال لها يسوع: تيقيني يا المرأة، راه غادي يجي واحد الوقت اللي فيه ما غاديش تعبدوا الآب لا في هذا الجبل ولا في أورشليم. انتم كتعبدوا اللي ما كتعرفوهش، اما حنا راه كنعبدوا اللي كنعرفوه، حيت نجا غيجي من اليهود. وغيجي واحد الوقت وراه جا دابا في اللي كيعبدوا على حق غيعبدوا الآب بالروح والحق، على حقاش الآب كيقلب على بحال هادو اللي كيعبدوه. الله روح، واللي كيعبدوه خاصهم يعبدوه بالروح والحق. وقالت له المرأة: أنا كنعرف باللي المسيا اللي هو المسيح غادي يجي، ومن اللي غادي يجي غيفسر لنا كل شيء. وقال لها يسوع: راه هو أنا اللي كنتكلم معاك.